يا صباح الفل والياسمين، معاكم أحمد أمين وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البهارات في لغة الفرنجات. فروق بسيطة ما بين كان وكود و will و shall. للناس اللي لسه مش عارفة الفروق ما بينهم، بنقول إن كان دي بتيجي للقدرة على فعل شيء في المضارع، و for present زي ما تقول I can drive a car. I can drive a car يبقى أنا أستطيع أو أنا أقدر إن أنا أسوق عربية. لكن لما أجي أقول مثلا I could ride a bike when I was young. I could دي أنا بتكلم على الاستطاعة والقدرة في الماضي، يعني أنا كنت بقدر إن أنا أركب دراجة أو أركب عجلة لما كنت صغير. طيب دي كان وكود للقدرة أو الاستطاعة على فعل شيء. للمضارع كان، وللماضي هيبقى could. For present we will use can, and for past we use could. طيب الفرق ما بين will و shall بمعنى سوف أقوم بفعل شيء في المستقبل. will و shall we use will and shall for future actions، بنستخدمهم للأفعال أو الأحداث اللي احنا عايزين نقوم بيها في المستقبل. لكن الاثنين بيجوا بمعنى سوف أقوم بفعل شيء، وبيجي بعدهم الانفينيتيف جميعا عموما، يعني كان وكود وويل وشال كلهم بيجي بعديهم الانفينيتيف فيرب، الفعل في المصدر بدون أي إضافات، ما لهمش أي بهارات. طيب لكن لما أحب أكد فعل شيء أكده تمام التمام إن أنا لازم إن أنا أقوم بالأكشن ده، هستخدم شال بدلا عن ويل. يعني لما واحد يكون مثلا عايز يقوم بحدث معين، يسافر مثلا بالخارج، هيقول I shall travel abroad next summer. I shall travel abroad next summer. يبقى أنا لازم أسافر للخارج في الصيف الجاي. لكن لما أقول I will بدل من shall هقول I will travel abroad، يبقى أنا سوف أسافر للخارج بس من غير ما أقول تأكيد. I will travel abroad next summer معناها أن أنا سوف أسافر، مجرد أن أنا يعني بخبر حد أو بعرف حد أو بقول لنفسي أن أنا سوف أقوم بالسفر للخارج في الصيف الجاي. يبقى I shall do something، يبقى أنا لازم وحتما أقوم بالعمل ده، بيبقى ليها قوة شوية بدلا من well. ده الفرق ما بين كان وكود للقدرة والاستطاعة في المضارع والماضي، وما بين well وشال لعمل شيء أو أي فعل في المستقبل. أشوفكم في حلقة جديدة من البهارات في لغة الفرنجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.